ولد متاخر في الكلام والولاد اللي جنبه بيتكلموا هيتعصب. مهمتنا الاولى والاخيره هي تطور الطفل ده. فبعدين بقول لها انت ليه حطيتيه ويتنج؟ بكلم بعد كده ما فهم ليه كده. فقالت لي اصل هو طفل حركي قام. انا بالظبط اخدت 10 دقائق ربع ساعه انا بصرخ وعيط في الحضانه. اول كلمه قالها لي، قال لي الحضانه اللي قعد فيها اول فتره دي ظلمته جامد قوي. في مره من المرات لقوه على فوق ترابيزه زي ديت جنب الشباك. تقول لي مثلا مالك؟ ابتدى يتعصب فبيعض. قلت لها طيب خدته الساعه 5 فجايه الساعه 9 الصبح بوديه الحضانه، عملتي ايه في موضوع العض يا ماما؟ البودكاست او البيج بتاع جرو وندر اساسها ان احنا نوصل المعلومه لاكبر عدد من الناس. انا شاهندة ابو الحمايل وده بودكاست جرو وندر. النهارده معانا نورهان هي بيرنت لطفل، وهنتكلم اكتر ان احنا ازاي ابتدت هي تقدر تشوف العلامات اللي موجوده عنده. ازيك يا نورهان؟ عامله ايه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. نورهان كلمينا اكتر عن ابنك، وامتى حسيتي انه محتاج يتطور في حاجه معينه؟ انا ابني ده اول، خليني اقول كده ببساطه. أيوه. يعني هو ده اول بيبي ليا. وزي كل الماميز اللي جابت اولادهم في وقت الكورونا وكده، كان الدنيا كلها مقفوله. أيوه. البلد كلها في حاله طوارئ مش طبيعيه. النزول أيوه. ده كان بالنسبه لنا حاجه خطر. أيوة. اللعب ده بالنسبه لنا حاجه خطر. كل حاجه كانت خطر يعني. حتى أيوة. الحاجات اللي احنا كنا بنفيست واحنا اطفال، ان احنا نروح النادي، نروح السوبر ماركت، نروح الحاجات البسيطه دي، كل الحاجات دي كانت في الوقت ده خطر. اوكي. مع ابسط كمان زيارات العيله كانت صعبه. أيوة. الجاذرينج، الحاجات دي كانت التطور الطبيعي ده صعب جدا. فهو اتحرم من كل الحاجات دي. فبالتالي الكلام اتأخر، معرفة الحاجة اتأخرت، الاكسبوجر بتاع كل حاجة بقى بالنسبة له قعد فترة أنا معزول، أنا مش عارف. أيوة. وده لاحظته أكتر. يعني أنا النهاردة طالعة أتكلم معاكي لأنه أنا بشتغل في انشورنس، بعيد خالص عن الحاجات أي حاجة educational وكده. بس أنا لاحظته في أي حد جاب يعني في الوقت ده، يعني ربنا رزقه بطفل او كده. فاحنا كلنا يعني عاصرنا الوقت ده. فجبنا بيبي قاعد في البيت 24 hours، ما بيشوفش ناس كتير، بيشوف جده بوقت، بيشوف الناس بوقت، معقمينه على طول. حتى المشاوير العاديه اللي هو يجيب حاجه ينزل، كل ده كان بالنسبه له يعني كل ده بالنسبه له كان حاجات يعني فضائيه ما بتحصلش. أيوة. يعني أيوة. فبالتالي انا لاحظت طبعا ان هو الكلام اتاخر، معرفه الحاجه اتاخرت بالنسبه له. بس عرفته طبعا انا يعني انا من الناس اللي كنت لا مركزه جامد. وطبعا انا يعني زي اي لا بتخض في الاول. بس طبعا. انا بعد ما بتخض بحس انه يعني يلا نموف فورورد، هنعمل أيوة. ايه؟ يلا نشمر بقى ونبتدي يعني على طول. هساعدك يعني. بقى ازاي يعني هنعمل ايه وكده. فانا يعني انا رحت بابني الاول ثيرابيست كان عنده 1.8، ما كانش كمل سنتين. فحتى اللي هو الناس بدات تقول لي ما تفوليش عليه، ما تعمليش قلت له انا مش هندخل. ده الايكو سيستم او الايكو سيستم اللي حواليكي اللي قال لك كده، مش الثيرابيست. لا اوكي. لا وما فيش حاجه، وفي عيال بتتاخر في الكلام، وفي قلت له ما فيش مشكله لو الدكتور قال ان هو متاخر في الكلام خلينا نساعده. ما احنا في ايدينا تولز، وكل حاجه بيبقى ليها يعني ديفلوبمنت اريا نساعد فيها والكده. عايزه اقول لك طبعا انه برضو صعب قوي على الثيرابيست في مصر ان هو يشوف بيبي ويقول ان هو عنده حاجه او ان هو متاخر او ان هو كده. بيقلقوا برضو لانه لسه ما فيش كلام وكده. فبس الفيدباك الطبيعي ان هو متاخر في الكلام خليه ساعديه. اوكي. فانا من 1.8 مثلا كان لسه ما تمش سنتين وانا بساعده ربنا يعني وقف جنبي وجاب لي الحمد لله بنت جميله ساعدتنا في موضوع التخاطب. اوكي. يعني الاول طبعا ساعدتنا في موضوع انه يقعد وان هو تطلع منه الحروف، وان هي تساعده في انه مخارج الالفاظ وتساعده اول فتره خالص ما كانش لسه في استجابه ليها. اوكي. وبعد فتره بدا انه يقول اول كلمات بس معاها. اوكي. فانا حسيت انه انا ماشيه صح يعني. بالعكس انا لا كله شايف انه ده غلط وان ده لسه بدري وانه بس انا
احنا ما خسرنا، بالعكس احنا كسبنا ان الحمد هو لله. انجزنا في الوقت وان هو بدأ يقول اول كلمات ليه واحنا سنتين وشويه، فما تعطلناش. انا ممكن كنت اسيبه كان هو كل التشالنج بتاع الناس اللي هو لو كنت سبتيه كان هيتكلم، ما هو كان هيتكلم فعلا، بس هي ساعدته يعني، اوكي. سهلت له اديته فاست تراك كده زي ما احنا بنقول يعني. ايوه. وافرضي اصلا ما كانش لا قدر الله اتكلم، لا كنا نلحقه من بدري يعني. بس فانا كل الفكره انه قلت لا يروح يعني نروح نشوف حد يساعدنا يعمل بتاع. فدي من الحاجات يعني اللي انا يعني مبسوطه بيها، انه انا لا الحمد انا لله. رحت من بدري، انا رحت اول ما حسيت ان هو الكلام متاخر، مش عارف لسه يعبر عن نفسه او كده. ايوه فانا لا طبعا. حسيت انه انا ابني محتاج انه انا اساعده انه يعبر حتى عن نفسه. ايوه ايوه. طب كان رحتي بعد كده حضانه او كده رحنا يعني؟ حضانه برضو، الثيرابيست قالت ينزل حضانه، وكانت الدنيا خفت والدنيا يعني برضو بدات تفتح وكده. رحنا حضانه، بس الحضانه انا زي اي مامي بدور على احسن حاجه. فاحنا بيبقى فكرنا في مصر احسن حاجه يبقى نروح لاكبر شين بتاعت اي حاجه براند نيم. ففكرت زي بقيه الناس كلها بطريقه الاولد سكول، انه لما نروح حضانه كبيره. فروحنا حضانه كبيره. اوكي. ودي كان ده بقى الحاجه اللي انا يعني ده اكبر خطا في حياتي عملته. هي دي من الحاجات اللي انا بلوم نفسي عليها، انه انا عملت ما عملناش ديو دايجنس مظبوط، هل الحضانه دي تكويب الولد ولا لا؟ لا ما عملتش. يعني فكرت انه اروح لاحسن حاجه، خلاص هي احسن حاجه دي فرجتني على الحضانه قد ايه كبيره، قد ايه في بول، قد ايه في مش عارفه ايه، قد ايه في لعب، قد ايه. فانا تمام، حلو قوي يروح. اوكي. فضل يروح الحضانه ويرجع منها مفيش اي ديفلوبمنت. الديفلوبمنت الوحيد بيجيله من الثيرابيست البنت اللي اللي بتساعده في البيت في التخاطب وكده. لغايه لما لقيت الحضانه بدات شكوى 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 شكوى. انا اصلا مينلي لسه كنت بقول لك قبل ما نبدا، ايوه. انا اللي شجعني اجي معاكي انه يعني الحته بتاعت انه حد يكون ماسك مكان كبير بيعمل فيه اطفال في سن مهم جدا، واكون انا مش ويل اديوكيتد خالص، اكون في انا المنطقه دي، في المنطقه دي يعني اكون مش فاهم المنطقه ومش مستوعب. مش فاهم خالص. لما بقيت اعمل انفستيجيشن وكده لقيت انه مثلا بدخل مدرسه في اجانب كتير، فبكلم المدام اللي ماسكه الكلاس بتاعته في ايه المشكله فين بتاع. اجي اكلمها انجلش مش واضح، اجي اكلمها فرنش، انا اصلا فرنش فالفرنش مش واضح. فبدات طب معلش هاتي لي بقى حد افهم يعني ايه فين المشكله؟ طيب المشكله فين يعني. انت ما هو انت برضو بتكلمي ابني في الكلاس فممكن يكون مش فاهمك. العربي مكسر، اصل العربي مكسر، الانجليش مش فلوينت، الفرنسي مش يعني. طب ايه اللغه؟ فطلعت اوكرانيه اوكي. فكميه اوكرانيات ماشيين في الحضانه، هم شكلهم اجانب بس هم في الاخر بيتعلموا العيال ايه طيب؟ هم عشان شكل حضانه دول بس. اجانب كتير ماشيين في الحضانه. اوكي. بدأوا يشتكوا ان هو لا ده في بيهيفير بقى، ده بدأ يبقى في انه بيتنرفز وكده. فانا بقى بيتنرفز ايه ده فبدأوا يقولوا لي لا شوفي بقى انت تعملي ايه في البيهيفير ده. طب انتوا هتعملوا ايه؟ ايوه. لا احنا ما عندناش بتاعتك انتي بقى. ما عندناش اي حلول. اوكي. طيب هو عمل ايه؟ لا هو ما عملش حاجه بس احنا مش هنستناه يعمل. بالظبط الجمله احنا مش طب هو يكلموني مثلا في الشغل، مالك عمل سكويز على ايد صاحبه. طب صاحبه حصل له حاجه؟ لا. هو مالك كويس؟ طب انتوا عايزين ايه ده؟ طب انتوا عايزين ايه يعني؟ طب المشكله فين؟ جريت بقى طبعا قلقت بتاع الثيرابيست برضو يعني ربنا برضو وصلني بدكتور يعني دكتوره كبيره يعني. ايوه طبعا. هي دكتوره علويه، مش عارفه ينفع اقول اسمها ولا لا، بس هي دكتوره كبيره. وبدات رحت لها ايه، قالت لي يعني ولد متاخر في الكلام والولاد اللي جنبه بيتكلموا هيتعصب. ايوه سيمبلي از يعني هيتعصب. موضوع بسيط جدا، فرستريشن ان مش هو عارف يوصل يتكلم زي المعلومه للطفل اللي قدامه. أيوة. فبيتعصب لان هم بيتكلموا وهو بيقول كلمات بسيطه فمتعصب يعني. اروح اقول لهم الكلام ده لا احنا هو متاخر في الكلام مش هنقدر نعمل لك حاجه. اوكي. وبداوا بقى يقنعوني بانه لا في حاجه
روحي لدكتور، روحي مش عارفه ايه، في الاخر end up by انه خدي الفايل بتاعه وامشي. اوكي. فانا جالي شفقه على الناس، طب ده انا ما عنديش حاجه وبيتعاملوا معايا كده. طب لو في حد فعلا عنده حاجه فعلا هتعملوا معاه محتاج حاجه، محتاج لا مساعده. وانت بتقولي لي كمان انه يلا خدي وده اخر يوم ليه النهارده، يعني اللي هو طب مش تديني فرصه حتى ان انا يعني انا فاكره الدكتور كويس قوي، قالت لي النهارده كام في الشهر؟ قلت لها 2/11. قالت لي يعني انت دافعه الشهر كله ببساطه كده. بقول لك يا دكتور يا صراحه يعني زي العسل. هي ام فظيعه. قالت لي 2/11، فقلت لها قالت لي كملي الشهر، مش انت دافعه فلوسه؟ دول بيستعبطوا. قلت لها يعني فانا ساعتها فاكره انه دخلت مع يعني دخلت قعدت مع مديره المكان وقلت لها انا رحت وعملت زي ما انت قلتي لي، ما فيش حاجه غير انه متاخر في الكلام، وما فيش حاجه غير انه هو مش عارف يوصل، فبالتالي هو متعصب شويه. ايوه. فخلينا نهندل البيهيفير. قالت لي مش هعرف، ما بنعرفش نتعامل مع يعني هي حتى سميتها في ساعتها سبيشال كيسز. قلت لها هو مش انا شكرا ما عنديش بصي مش هعرف ارد عليها. يعني كويس قوي. المشكله بقى ان انت بتبقي تاني بترجعي تاني نقطه الصفر. لا ده هم بيقولوا في حاجه وبدات تدخلني مع بتشككي في نفسك، بتشككي في نفسك، وفي الدكتور اللي انت بتتابعي معاه، في الدكتور وفي كل حاجه، وبعدين تبداي ترجعي تاني من الصفر. لا ادور في ايه، فاروح وطبعا الحته دي عشان هو ده مش بيبقى مرض وليه علاج، خديها تبقي كويسه بعد يومين. فبرضو انا بشفق الحته دي علينا احنا. الحته دي الصراحه يعني فيها حته كوميرشال. ناس يعني جابوا ابني وهو متاخر، رحت سنتر جابوا ابني وهو متاخر في الكلام، عملوا له اسسمنت كتير قوي، بس انا طبعا قلقانه، فقالوا لي اسسمنت. قلت لهم اسسمنت يلا اللي انت عايزه يعني فاكره انه دي حاجه كويسه. فراحوا طب اسسمنت، طب نكتب لك ريبورت، اكتبوا لي ريبورت. ايوه. فكتبوا لي ريبورت، راح اخدوا مني رقم قد كده. انا مش فاهمه الرقم ده مقابل ايه، ما هو الولد ايوه اسسمنت ايه. لما رحت للدكتور قالت لي انا مش هبص فيهم. انا بقول لك اهو ما فيش، يعني انا بقول لك اهو انا مش هبص فيهم، مش هقرا الاسسمنت. بصي يعني لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده، ان مش كل الاسسمنتس تنفع في وقت معين وما ينفعش في نفس اليوم بريزلت في نفس اليوم. يعني انت برضو هو مش عارفك، دخلته طفل مش عارفك، يعني مش هيطلع لك كل اللي هو مش هيطلع لك اللي هو عايزه. وهو في الاخر بتكتب له في نفس اليوم. انت مش ما لحقتش حتى تتراك البيهيفير، ما لحقتش تشوف هو ايه، ما لحقتش تكتب ريبورت بيزد على حاجه، بتكتب لي ريبورت في نفس اليوم. فاحنا بنبقى طبعا تايهين. ايوه. وبيبقى الناس مع، يعني انا مثلا من الكلمات اللي كانت بتقولي في الحضانه، بتقولي مثلا مالك ابتدى يتعصب فبيعض. فقلت لها طيب خدته الساعه 5، فجايه الساعه 9 الصبح بوديه الحضانه، عملتي ايه في موضوع العض يا مامي؟ نعم. هكون عملت ايه؟ ان شاء الله هكون عملت ايه يعني؟ زي الفل على فكره. انا رحت نمنا ورجعت، هكون عملت ايه الصبح؟ فهم بيبقوا مش عايزين يشتغلوا خالص معايا، يعني مش عايزين يشتغلوا على حاجه. نتفق ان هو قله تعليم في المنطقه دي وقله اويرنس، وده اللي احنا بنناشد بيه في جرو وندر، ان احنا الناس محتاجه اوبن اب شويه، تبتدي تشوف ان في اطفال كتيره قوي محتاجه طريقه مختلفه في التعليم، نشوف احتياجاتهم ايه. وانا يعني اكتر ناس بتكلم معاها دايما هي الحضانات والمدارس. الحضانات والمدارس ريجكشن مش طبيعي. انا عايزه اقول لك انه انا دخلت دلوقتي في المدرسه، فانا بتكلم مثلا قبل ما ابدا الاسسمنت كده، لو انا قلت في التليفون، يعني انا بكلم الاسسر اللي هتعمل لمالك الاسسمنت وكده، فانا قبل ما اتكلم بقول لها هو في سبيتش، ما كملتش والله، يعني ما قلتش ديلي حتى. يعني هو الحمد لله تشو دلوقتي ساعدناه جامد ووصل لمرحله، يعني الحمد لله. الحمد لله. فما كملتش، يعني ما بقاش كملت. يعني ده ما كانش السنه دي، ده كان السنه اللي فاتت كنت عايزه ادخله FS1 وما كملتش. عنده ايه يعني؟ ما قلتش حاجه، بقول عنده سبيتش، ما كملتش ليه؟ لا احنا اسفين قوي، باي باي. ده كتير. انا لسه كنت بتكلم ان انا عايزه اترفض من 6 مدارس. ده لو هم من الاسسمنت. لا ده هي ده بالتليفون. انا ما قلتش حاجه، انا لسه اللي بالتليفون دول كتير بقى قوي. انا عايزه اقول يعني هي اصلا كمان يعني الحمد لله هو متقدم قوي في اي حاجه فيها نمبرز، في اي حاجه فيها ليترز كده. فانا لسه ما قلت، يعني هو الاسسمنت لو عملته ممكن يكون تمام جدا. فما عنده يعني فاهم. بس انا عايزه اقول لها انه ممكن لو جت اخذت ديب كونفرزيشن يقف في حاجات معينه.
انه اتس اوكي يعني وانت بتعملي اسسمنت عدي الحته دي او خليكي فلكسبل معاه. هي مش هتسمع بقيه الكلام. انا قعدت يعني بعدها بتاخدي كده حبه هو محدش سمعك، هو خلاص. والنبي بليز، يعني انا دايما بقول الحضانات والمدارس بليز ثقفوا نفسكم او انفستوا ان يبقى عندكم يونت في المدرسه زي ما كنا بنتكلم. اليونت دي مسؤوله ان هي تساعد الاطفال دي. يبقى عندكم تقبلوا شادو تيتشرز بكواليفيكيشنز يا ستي اللي انت عايزاها، بس لازم الاطفال دي تساعد، مش هنرميهم في النار. يعني الاطفال دي محتاجه ان هي نطورها بشكل معين. لا وبعدين هم فعلا يعني انا مثلا اكيد لو انا يعني انا شايفه ان ده من اي حتى لو اكيد ابنها ممكن يكون في ربع لحظه اذى على الناس او هو محتاج فعلا يعني مركز او محتاج عمرها ما هتأذي طفل تاني، وعمرها ما هتصمم انه يبقى موجود في مكان هو مش كويس ليه هو اولا وبرضه بقيه الاطفال. طبعا بس بيبقى ساعات في فروق، يعني فروق. هو مثلا ابني دلوقتي طول اسرع من ابنك، بس انا ابني اتكلم اسرع وانتي ابنك عمل يعني كل حتى طفل مختلف. الفروق دي ما بقتش مجال للنقاش، يعني ما بقتش حتى عارفين نتكلم فيها. يعني انه انا مثلا بفتكر انه انا داخله على مديره المدرسه، داخله على الدايركتور، داخله على فهتكلمني بليفل معين لان هي اتعاملت مع اطفال كتير. فبقى انا اخبي ايه الموضوع يعني انا حتى هخبي عليكي ايه؟ ده انا بالعكس بقول لك عشان نبقى on the same ground. هي يعني من الجمل برضو اللي اتقالت لي في المدارس وكده، فبقول لها ليه حطيتيني ويتنج؟ يعني انا شايفه انه مالك رد على كل أيوة. لا وبعدين طبعت له مجلد وقعدته. ايوه تبقى مجلد كده مش يعني يعني اكيد طبعت له بجد كتاب 4-5 ورقات ومدخلاه اوفيس. فالولد اصلا بيقول لي هو ده دكتور؟ قلت له لا حبيبي والله العظيم. ومكتب جلد وكده. بعدين قعدته جنب الشباك على تيبل صغيره وزنقته فيها وبدات تفتح في الورق وتقلب، تفتح في الورق وتقلب، تفتح في الورق وتقلب. فهو زهق، فاديته حاجه يلعب بيها بلاي دو. هي مش عايزاه يلعب بيها، هي عايزاه يقصها عشان تشوف انه ما عندوش مشكله في انه يستخدم الحاجه. واديت له سيزو كده. كان عنده ايه معلش ساعتها في السن ده؟ لا كان 3.5. هو يعني لسه ده من كام شهر بدري قوي والله. فبعدين بتسحب منه البلاي دو، يعني بتسحبه بقى منه عشان هي تكمل بقيه الكتاب. فهو شبت فيه. فراحت بصالي كده قالت لي الاسسمنت خلص. قلت لها ما انا واقفه طب كملي معايا. ده عارف والله صفحه انا محفظاه كل سنه والله مذاكراه والله هو مذاكر فكميه يعني بقى قالت لي لا خلاص. فبعدين بقول لها انت ليه حطيتيه ويتنج؟ بكلم بعد كده ما فهم ليه كده. فقالت لي اصل هو طفل حركي قام. لا بصي احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده ان بجد يعني مش معنى ان هو قام من على الكرسي بان هو عنده ADHD، ومش معنى ان هو مش قادر يقعد على الكرسي كتير ان هو عنده هايبر اكتيفيتي او عنده سنسيشن. وبعدين السن صغير، ده انت ده 3.5 يعني، ده 3.5. ده هما اصلا عشان تشخصي حاجه زي دي يعني حتى الدكتور لو رحتي له ثيرابيست وقال ده طفل حركي او كده بيقول لك ده مش حاجه، انا ناخد سيشنز برضو عليه نهدي له انفعالاته والحركه بتاعته وكده، بس في الاخر انا مش هقدر اشخص حاجه من قبل 7 سنين او 5 سنين. لكن 3 سنين ده بيبي فقام قالت لي. فبقى بصي بقى الجمله اللي بعدها بتقول لي لا ده هم 2.5 بيقعدوا. فقلت لها لا شو قلت لها بصي انا الكلمه دي يعني انه انه كل الاطفال بتقعد. وبرده يعني غلطت نفس الغلطه ورايحه مدرسه برده كبيره. يعني انا بعتبر ان دي حاجه كبيره وليها اسم ومدرسه بقى لها كام سنه وكده. بالظبط قالت لي لا ده انا بدخل اطفال 2.5 و2.7 وبيقعدوا عادي. مش باسم المدرسه مش باي حاجه. انا بصي انا عايزه، انا مشيت معاه 2 سنين كاملين بنقول هندخل وبعد كده نرجع تاني وهكذا. فقدمنا في 2 سنين مختلفين، بس في ال2 سنين دول انا كنت بتعامل معاهم باسلوب لطيف جدا. اوكي انه مش عايزينه it's your loss. دي مبدئيا انا واثقه في ابني هيبقى عامل ازاي زي ما انت واثقه في ابنك هيبقى عامل ازاي. دي اول حاجه. تاني حاجه انا ببقى مبلغاهم في التليفون ودايما بشجع الامهات ان هي تقول مش المفروض ان انت ما تقوليش لانه هيتعرف في الاسسمنت يعني كده مفيش حاجه مش هتتعرف. ما هي هتخبي ايه يعني؟ انت دلوقتي الشفافيه هي ما فيش حد فينا غلطان في حاجه خالص يعني ولا انا غلطانه ولا حد غلطان في حاجه. وبعدين ما انا رحت قلت لها طب ما هو ممكن يكون ابني اللي قام ده
اذكى كتير قوي من ابن قعد. بالظبط. ليه عايزه تاخدي يعني؟ ما هو قام بالظبط، قالت لي كده قام. فاللي انت بتقوليه هو ام بس، لا يعني بقول لك في مدارس تانية احنا قدمت، يعني وانا بقدم في المدارس قلت لهم طيب انا ابني متشخص 1 2 3 4، عندكم مشكله؟ لا ما عندناش مثلا ما عندناش مشكله. عندكم مشكله في شهاده تيتشر؟ لا ما عندناش مشكله في شهاده تيتشر. طب احنا هنجيلكوا اسسمنت. الاسسمنت المفروض يبقى فيها 1 2 3 4، اللي هو ايه؟ ان عايز يبقى easily distracted، فلازم يبقى في فصل هادي، مش كل مفيش كميه اطفال حواليه. انا في مدرسه من المدارس دخلوني في فصل اوريدي شغال في 20 طفل، ويعمل اسسمنت في ال 20 طفل وكل الالعاب حواليه. طبعا نو واي هيبقى مركز في اي حاجه. اللي هو يعني انتوا بتهزروا ولا بتتكلموا جد ولا انتوا بتعملوا ده تهريج يعني. ده تهريج. ومره وقلت لهم الالعاب ما تتحطش بوكس قدامه ونطلع ونعمل، لا هو انت الحاجه اللي قدامه هي حاجه واحده ونطلع. في اللي استجاب وفي اللي ما استجابش، وفي انه بعد ما قال لي اوكي بنقبل شادو تيتشر، جه في الاخر بعد الاسسمنت قال لي لا سوري اصل احنا ما بنقبلش. اللي هو ايه التهريج ده؟ انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ بتقبلوا ولا ما بتقبلوش؟ استقروا على وضع بس يعني، عشان انا بس مش فاهمه. وبعد بس في بقى المدرسه اللي هو فيها دلوقتي، كنت انا فاكره كويس قوي، كنا في فير زي بازار كده كل المدارس فيه. كنت تعبت بقى خلاص، كل شويه امشي على مدرسه اقول لهم عايزين عندكم كذا بتقبلوا كذا، عارفه ان هو ماشي بتشيك ليست يعني. ماما انتوا بتقبلوا كيس عندها كذا، عندكم اوكي شادو تيتشر اجيبه، بتعملوا ايه حاجات كده يعني. فجينا في المدرسه اللي هو فيها دلوقتي قلت لهم بصوا انا تعبت من اللف. قلت لهم انا ابني 1 2 3 وبيجي مع شادو تيتشر. لا من دلوقتي خلصوني. أيوة. انا تعبت بقى. ليه لا خلاص we'll be honored ومش عارفه ايه. اوكي ماشي. ده بتستغربيها قوي. بس بستغربها جدا. فبعدين ما رحت بقى عملت الانترفيو في المدرسه، انا كنت مبلغاهم ولقيتهم عاملين بالظبط زي ما انا بقول، ان الكلاس ما فيهوش ديستراكشنز كتيره، حاجه بسيطه ساتل، النور هادي، مفيش اصوات حواليه، هو لوحده. وافقوا الشادو تيتشر تخش معاه الاسسمنت، ودي كانت بالنسبه لي كروشال ثينج، لانه حد هو مش هيطلع قدام حد غريب حاجه هو ما يعرفهاش. ما هو ده اللي بقوله لك، هي بتبقى مدرسه بقى. بصي وسط قد ايه يعني، انت طبعاً. قدامك قد ايه. انا برضو الحضانه اللي فيها مالك حضانه وسط. الحضانه ساعدتك ازاي الجديده؟ الحضانه برضو يعني انا لفيت لفه حلوه. ايوه. وكنت بقى الصراحه بدور على حضانه مش زي اصله يعني تساعد، ما تشتكي يعني، ما تفضلش مدخلاني في نفس أيوة. الحته. فبعد ما عدينا على حضانه يعني حضانات كتير قوي، وصلت الحضانه مديرتها تحفه. ما شاء الله. هي ويل educated في الحته دي، عامله ماستر وعامله يعني بتدي ورك شوبس حتى للامهات، وساعدتني قوي في ان هي لما اول ما دخلت قالت لي وايه المشكله؟ قلت لها اصل هو بيقلب معايا شويه بنرفزه. قالت لي ما هو ده طبيعي، مفيش اي يعني شايفه الفرق ما بين التعليم طبيعي. قلت لها بس انا بشتغل، وانتوا لو كل 5 دقايق هتكلموني توتروني، انا لسه اول بيبي وانا بتوتر قوي. قالت لي مش هنكلمك، ترى مفيش حاجه غريبه، مش هنكلمك. فقلت لها يعني اجيبه من بوق؟ قالت لي هاتيه. يعني الموضوع ايه؟ حتى قالت لي انا فاهمه انت جايه من ايه، وفاهمه اللف اللي انت لفتيه، وفاهمه هم عملوا ايه معاكي، بس انا بقول لك انه عادي عادي. واحنا هنعمل لك ريبورت ونبعته لك ونعمل لك ابديت ونديك. فلقيتها بتديني حلول. انا كلمه حلول دي كانت بالنسبه لي بقى ان هو تلاقي لي حلول. يعني حاسه لو حتى لو انا حد يساعدني ينفع تلاقي لي حلول، ده حاجه غريبه قوي، لانه في العادي لا، انا ما شفتش انه في حل، ما عندناش حل. لا للاسف مش كل الناس عندها المايند سيت بتاعت الحلول، بس لما بنشتغل لما تلاقي الايكو سيستم حواليكي اللي عندهم فكره ان احنا نساعد بعض وان احنا نبقى ايد واحده، مهمتنا الاولى والاخيره هي تطور الطفل ده، دي بتمسكي فيهم بايديكي واسنانك يعني. لا وانا بشوف الماميز وبشوف حتى الابهات اللي معايا في الشغل. انا قلت لك ده كان زي ما يكون مرض العصر يعني. أيوة. لانه احنا في الوقت ده فعلا بشوف حتى قد ايه هم قلقانين من الاسسمنت، وقد ايه هم خايفين، وقد ايه هم عمالين يحفظوا في عيالهم. يعني انا برضو قعدت احفظ في ابني وهو انا مش فاهمه بحفظه ليه. يعني انا حتى بكلم مدرسه مثلا قالت لي بس حاولي يهدى قبل الامتحان. قلت لها امتحان؟ كلمه تقيله قوي. 2.5 سنين كتير قوي يعني امتحان يعني الكلمه نفسها
حاساها تقيله، فحاسه انه تعملوا فينا كده ليه يعني. في فرق ما بين ان انا بعمل اسسمنت وفي فرق ما بين ان انا في النيرسري مثلا. في نيرسريز بيدوا مواد تقيله، يعني هتلاقيهم بيدوا الدايجستيف سيستم طبعا بطريقه مبسطه، والريسبيراتوري سيستم دي ومش عارفه حاجه ايه. بالعكس اكتشفوا لطيفة. مواهب الاطفال. واللي بيدي جيوغرافي واللي بيدي حلو قوي ما هو ده اللي جغرافيا عملوه في وكده. الحضانه مع مالك، يعني هم اكتشفوا ان هو بيحب قوي بيحب قوي كوكب الارض واليونيفرس، وبيحب ده ميني قوي عالم صغير. وبيحب قوي البلانتس، وبيحب قوي انه يقول الاوشن، بيحب الحته دي جدا، وبيحب يدخل لمونتسوري، وبيحب قوي يركب. فهم بداوا انه يقولوا لي يعني ده كويس قوي في الحته دي، ده احنا بندخله 2 hours بدل اور واحده، ده احنا بنساعده، ده احنا بنسيبه ده بقى يعمل. مش المفروض يبقى الليفل اللي ابتدي منه اسسمنت بتاع المدرسه. يعني المفروض الليفل الاسسمنت اقل شويه من ده، مش المفروض يبقى العالي قوي اللي هو عارف يعمل ماتش ويعرف يعمل مش عارف. اتس تو ماتش على طفل عنده يعني لو هو جاي لك بيعمل كل ده، انت هتعلمه ايه في المدرسه؟ ده انا نفسي لو انا نفسي اساله. هو جاي عارف كل حاجه، والبيهيفير بتاعه متظبط وهادي وقاعد. ما انا قلت لها كده برضو في التليفون قالت لي احنا محتاجين كده 16. طب انت حاسه ان الايكو سيستم موجود بقى، سواء بقى ثيرابي، سواء مدرسه، سواء حضانه، سواء اهل، سواء اي حاجه من الحاجات دي، ايه الحاجه اللي انت نفسك تتغير وشايفاها تتحسن اكتر عشان تساعد اطفال كتيره؟ اول حاجه تتحسن، الناس اللي بتمسك حاجات زي دي، حضانات او مدارس او كده، يتاكدوا ان هي مروا على ليفل اوف اديوكيشن في الحته في الاريا دي، مش عامه. يعني ممكن هي يكون عامه شاطره قوي في حاجات تانية، بس تبقى مرت في حاجه ليها علاقه بالتشايلد ديفلوبمنت، ليها علاقه بالحته دي. ده هيفيد جدا، لانه في الاخر انا باجي اطلب منك انت المساعده. مش فكره بس انه يكون الانجليش بتاعه خطير ويكون طبعا اكيد لازم يكون ويل بريزنتد في كل حاجه، بس قصدي مش هي دي البوينت اللي انا اعتمد عليها بس يعني واديسريجارد اي حاجه تانية. بس خلينا نتفق في حاجه، ان في مدارس الحمد لله دلوقتي ابتدت تدي وركشوبس للمدرسين بتوعها ازاي يتعاملوا مع الاطفال المختلفين عندهم في الكلاس. كل طفل ليه النيد بتاعته، ازاي تادوبتي النيد بتاعته. ممكن الطفل على فكره ممكن يبقى طفل نيورو تيبيكال اصلا ما فيهوش اي حاجه خالص، بس هو محتاج حاجه معينه، محتاج نيد معين يسودهم باي طريقه، او طريقه تعليم معينه. في اطفال بتيجي بالمزيكا اكتر، في اطفال بتيجي بالارتس اكتر، في اطفال حركيين محتاجين مثلا ان هو في نص القعده يقوم ويرجع تاني، او يقوم مثلا يجيب حاجه مش قادر يقعد قوي طول الوقت. ودي من الحاجات مثلا اللي اتقالت لي، انه لما كانوا مصممين انه في حاجه وانا مصممه انه ما فيش حاجه، دخلوني الكلاس مثلا وبيفرجوني من بره انا وبابا، فبيقولوا لي هو مالك قاعد لعب شويه بالبازل وبعدين زهق فقام. قالوا لي بصي كل العيال قاعده وهو زهق وقام. قلت لهم انا واقفه بقالي 10 دقايق وهو خلاص لعب بيها، مش فعلا نلعب بيها ساعه. والعيال قاعدين يفكوها ويركبوها انا حاسه ان هم جابوا لهم بس هم قاعدين لانه ده هتعملوا ساعه مش هتقوم، يعني دلوقتي ده وقت البازل فهيقعدوا يعملوها، وهو زهق فقام. فبداوا حتى انا بحس انه بيقنعوكي انه لا، يعني بيقنعوكي انه دي حاجه بصي عشان عمل كذا. بصي يعني انا اي ثينك ان هو ممكن مثلا طفل ممكن يبقى عالي في حاجه فنجيب له ريسورسز من كلاس اعلى، او طفل لسه بيهايند في حاجه هات له ريسورسز من الاقل، وهكذا. ما ينفعش كلهم هم اسطمبه واحده بتطبق على الكل هي اسطمبه واحده. ودي الردود اللي بتقابلني من المدارس، انه لا احنا عايزين 10 يبقى كلهم زي بعض. عايزين عدد معين كله يبقى زي بعضه. طب تقولي ايه للامهات اللي ابتدت تحس ان في حاجه معينه محتاجه ابنها يتطور فيها، وحاسه ان في حاجه مش ماشيه بنفس الليفل اللي خلينا نقول ان الدراسات اثبتتها انه المفروض عند السنه يحصل كذا وعند السنتين يحصل كذا وهكذا. لما تحسي ان في مايلستون وقعت، لما تحس ان في مايلستون وقعت، تقولي لها ايه؟ بس اقول لها اول حاجه يعني بليز 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 دونت اجنور ات، ما تتجاهليهاش. دي اول حاجه.
تاني حاجه اقري كتير قوي انت نفسك، ثقفي نفسك. يعني انا الباك جراوند انا سياسه واقتصاد، ماليش علاقه، ما عنديش يعني اي يعني ما عنديش باك جراوند، ده مش دكتوره مش اي حاجه، بس لا ثقفي نفسك. انت كده كده تقدري تقري ريبورتات من حتت معينه، كريديبل، تقري في الحته دي، تقري لغايه لما انت بنفسك توصلي. دي مهمه جدا، عشان لما انت بنفسك توصلي بتعرفي التراك اللي هتمشي عليه. وده اللي ساعدني صراحه برضو صدقي قوي. نفسك، صدقي قلبك من يعني جوه. انه انا بدات بدري، قريت كتير جدا، فبقيت عارفه انا المفروض اروح فين وليه. فوفرت شويه وقت يعني. وفرت وقت. طب شاطره والله. يعني الحمد لله الحمد لله يعني. وفرت وقت كتير وبدري وكده. اقول لهم برضو تالت يعني انا طبعا مش بعرف اعمل كده لغايه دلوقتي. بس حاولي الناس ما تضغطش عليكي وتسمعي لهم، لانه احنا في فترات معينه بتسمعي غصب عنك وبتنهاري وبتبقي مش عارفه تروحي فين ولا تيجي منين. فحاولي انا لسه ما بعرفش اعمل كده. بس حاولي. بتيجي I think ان هي بتيجي. يعني لما بشوف امهات بس ولادهم اكبر شويه، يعني بتكلم اعدادي في ثانوي واللي اتخرجوا الله اكبر عليهم، اطفالهم كانوا زي اطفالنا بس كبروا بقوا حاجه كبيره دلوقتي، ربنا يحميهم يعني. دايما دي اكتر ناس بتساعد. تصدقي يعني انت اكتر حد ساعدني مثلا. حسيت ان لما كتبت لك على البيج وكده حسيت انه هي اكتر واحده هتساعدني، لان هي اكتر واحده هتقول لي انه اروح فين. يعني فاهمه. مين اللي بيفهم اكلمه، مين اللي حتى انت قلتي على موضوع المدرسه ده على طول. بصي انا بحس ان دورنا ان احنا نساعد بعض. بحس ان دورنا ان انا اقول لك هتلاقيني دايما ممكن جالي وقت داون قوي، مين هيفهمني غير ام زيي، ام ماشيه معايا في نفس اللي انا ماشيه فيه. يعني مش هيساعدني اللي حواليا في بيتي، لان هم في نفس اللي انا فيه، فهم مش يعني لا. ساعات بيبقى فيه رفض، او ساعات بيبقى فيه انه بالذات لما بيكون حاجه مش واضحه. للاسف احنا هنا بنبقى فاكرين انه لازم يكون يعني الطفل فيه حاجه واضحه جدا زي مثلا داون او كده، فيبقى انت شايفه حاجه معينه فتبداي على اساسها تعالجي. لكن اي حاجه تانية ديفلوبمنت عادي، اي حاجه تانية لا ده انت كده بتفولي على ابنك. انت كده لان ابني ما فيهوش حاجه يعني بتفولي او بتعملي او كده. نتكلم شويه. انا فاكره كويس قوي انه كان في ناس بتيجيني تقول لي اتكلمي عن رحلتك. اوكي. في اماكن بتبقى اوريدي بيقولوا للام ان في ابنها فيه مشكله او مش مشكله، خلينا نتكلم ان ابنها بيهايند في حاجات معينه وهي عندها دينايل، فكانوا بيجيبوني انا اتكلم قدامها وهي ما تعرفش انا بتكلم، فتحس ان هي مرتاحه، تحس ان هو عادي، فتيجي هي تتكلم معايا. فاللي هو برجع بقى بعد ما هي خدت الستابس اقول لها طب ما في الاول. ايوه من الاول. بس هي بتبقى صعبانه عليا. مش صعبه قوي ان الام تاخد الخبر ده. يعني هو انت انا انهارت اول 10 دقايق وهما بيقولوا لي يعني في الحضانه. انا عرفت من الحضانه كان مثلا، بس انا تو بي اونست معاكي كان قبليها كان الناس تقول لي عشان ده متاخر، عشان ده متاخر، عشان ده متاخر. لا 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 ان شاء الله هيبقى كويس، لا ان شاء الله هيبقى كويس ماما. بس احنا كنا في وقت كورونا، فحتى لو هو كويس انا مش عارفه اتحرك اروح بيه في حته. ايوه يعني صح. مش هعرف اتصرف يعني. وكنا في early خالص، يعني بنتكلم مثلا في ابريل ماي 2020، يعني مش حاجه متاخره. بس لما ابتديت اروح الحضانه والحضانه ابتدت تدي الريد فلاج ده، انا بالظبط اخدت 10 دقايق ربع ساعه انا بصرخ وعيط في الحضانه literally. بس هم كانوا اذكياء والامباثي عندهم كان عالي جدا، ان انا لقيت التيتشر راحت قايمه واخداني في حضنها literally، واللي هو اهدي everything will be fine، خلاص كل حاجه تبقى كويسه والحمد لله احنا لحقنا بدري قوي، احنا لسه سنه ونص. يعني عارفه اللي هو هي بالظبط هي هندلتني مظبوط جدا. طب ده يعني كل واحد بيلاقي حظه في حته بالظبط. فده اللي انا بحاول اقوله حتى في النيرسريز، انتوا مثلا او في المدرسه لما تيجوا طريقه ان انتوا تبلغوا بيرنت بحاجه، تقبلوا الباك فاير اللي هيحصل عليها. يعني الباك فاير ممكن ما يبقاش سهل،
ممكن يبقى في ديناي لا 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 ومش عارفه ايه وبتاع. ممكن تلاقي ام فعلا بتبرن اوت قدامك وبرضه قبل ما تقولي حاجه لازم يبقوا متاكدين منه. ما انا بقى ده اللي يرجعني النقطه الاولانيه، انا لو عارفه كويس وقاريه في الحته دي وعارفه تشايلد وعارفه اي باك جراوند، هبقى عارفه انه لما بيحصل كذا بيبقى في كذا، فتخلينا نتعامل معاه. لما هيبقى انا عندي باك جراوند عن الديفلوبمنت بتاع اي طفل. ايوه. فبرضه قبل ما ابلغ اي ام باي حاجه لازم برضه انا ابقى متاكده منها. هي بتبقى اي ثينك انه مش هي بتبقى التبليغه، او ده اللي حصل معايا، ان التبليغه جت من حته هو في حاجه احنا شايفينها مش راكبه، احنا بيهايند في حاجات، اطمني وتعالي لنا. ففرق ما بين روحي وخدي وامشي. طريقه التوصيل المسج مهمه جدا. اطمني وبعت لنا ريبورت، يعني روحي الاماكن مثلا 1 2 3 4 اوكي، او اي دكتور تاني اطمني ان مفيش حاجه. لو مفيش حاجه هنتعامل معاها، لكن لو في حاجه محتاجين ناكت من دلوقتي. طب اكتر دان احنا محتاجين حد معاه، لان عز كان بيبقى فوق كل حاجه. يعني في مره من المرات لقوه على فوق ترابيزه زي ديت جنب الشباك، كانت كارثه. لازم طيب خلاص انا هجيب لكم حد. انا ما كنتش فاهمه بقى يعني ايه شايلد تيتشر. انا بقى واحده جايه ما ولا اعرف يعني ايه اصلا ADHD ولا اوتيزم ولا شايلد تيتشر، ما كنتش عارفه اي حاجه عن الكلام ده خالص. فقلت لهم طب خلاص انا هجيب له حد يقعد معاه، مش شادو تيتشر. يعني كنت جبت له حتى الناني اللي معانا في البيت، ان هي بس تبقى قاعده تتاكد ان هو كويس لحد ما نخلص ده. لما رحت بقى وعملت الاسسمنتس والكلام ده كله، لا رحت بقى جبت شادو تيتشر وعملنا بقى ابتدينا بقى السايكل الحلوه دي كلها. بس ثانك يو ليهم لحد يومنا ده. انا بقول لهم ثانك يو ان انتوا وعيتوني انف على حاجه، فتحتوا عينيا انف على حاجه انا ولا عمري كنت هشوفها. لا طبعا، ما انا برضو بشكرهم جدا. اي بالظبط. بس من ناحيه ثانيه بقى، من ناحيه ثانيه عشان فعلا لو فضل في المكان ده كان اكتر من كده، هم خلاص كانوا متجاهلينه، يعني مسايبينه. انت مش عارف توصل لنا انت عايز ايه، فاحنا خلاص بقى العيال كلها بتعمل عايزه تقعد، انت مش عايز تقعد مع نفسك. فقعدوا فتره. يعني انا اول برضو كلمه السنتر انت بتقولي عشان مالك ياخد في التخاطب، اول كلمه قالها لي، قال لي الحضانه اللي قعد فيها اول فتره دي ظلمته جامد قوي. بصي انا نفس الكلمات قالوا لي عشان هم عشان تجاهلوا في الاول جامد. يعني تجاهل سواء من المنشاه التعليميه او من الاهل او من البيت. بداوا يتكلموا بس لما تعصب، لكن قبل كده متجاهلينه. دي لازم كل حد يبقى مركز في المايلستونز بتاعت كل طفل. ده الكلام كنا بنتكلم فيه قبل كده مع ضيفنا في البودكاست، ان احنا لازم الام والمنشاه التعليميه تبقى مركزه في المايلستونز مظبوط. اي طفل متاخر في اي مايلستون لازم الاهل تجري بيه ونبتدي نشوف هو متاخر ليه. ممكن يبقى متاخر عادي مفيش حاجه، عادي. في اطفال كتيره بتتاخر، في اطفال محتاجه زقه، يعني هي تبقى زقه لقدام ساعدين، فنزق. يعني يا جماعه نساعد بعض ونزق الدنيا يعني. لا بس هي محتاجه الحته دي، الاريا دي محتاجه انه حتى اللي بيزق في حاجات زي دي مع اطفال محتاج ان هو برضو يراعي ربنا. الاريا دي فيها يعني، لا انا عديت على حاجات كتير قوي، قالوا لي حاجات كتير قوي غلط ودفعنا فلوس كتير قوي في الحته دي. وده برضو اللي شجعني اجي معاكي، انه حته انه فعلا حرام، لانه الحته دي بيبقى فيها زي ما قلت لك، هو ده مش انت بتوديه لدكتور هو عنده برد، هو انت مش عارفه ايه، مش عارفه الحاجه بالظبط. كل يوم بيفرق، وكل يوم بيفرق، وفي نفس الوقت تلاقي نفسك دفعتي وعماله تدفعي وعماله ارقام، وانت في عقلك انه انا مش هستخسر في ابني حاجه. ايوه، انت بتدفعي اللي وراكي اللي قدامك فيها. طب انت شايفه ان الدور البيت بيقتصر على ان انا بودي سنتر وحضانه كويسه وثيرابي كويس، ولا شايفه ان في دور اكبر؟ لا طبعا شايفه ان في دور اكبر. يعني العيله كلها، مش حتى العيله الصغيره الاب والام، لا الجد لازم كل الناس دي تساعد. وانا صراحه يعني اللي اكتر ناس وقفت جنبي مامتي طبعا واخواتي، بالذات اختي الصغيره حرام عشان هي اللي مش متجوزه اللي قاعده في البيت. فهي كانت على طول احنا بنعمل له سيشن، يعني بعد ما هي بتحضر كانوا بيساعدوني ساعات كتير قوي يحضروا مع السيشن ويشوفوا، وبعدين يطبقوا هم لوحدهم. أيوة. وبعدين يقعدوا يكلموه، وبعدين يقعدوا يفتحوا معاه في مواضيع، وبعدين يبداوا يعني لا هم يعني لازم كله يساعد، لانه في الاخر مش هي الساعه برضو، هو مش الساعه اللي ده المفروض سيستم.
ايوه مش انت الساعه اللي عارفه ان كان في بتوديه. دراسات قريتها انه الاطفال اللي بيبقى عندهم سبيتش ديلي او اوتيزم او كده بيبقوا، كان في دراسه معموله ان هم قعدوهم مع الجدود اه اتكلموا اسرع وكومبريهنشن اكتر يعني حصل ادراك اكتر اسرع من الاطفال اللي خدوا سيشنز بس. انا مقتنعه يعني بجد جدا بالموضوع ده فعلا، لانه لا بيساعدوا جامد وبعدين الجده كده مامتي بتبقى قلبها قوي على انه ايوه يعني حبيبتي بتاخدها كانها من اول ما تصحى، انا هكلمك 24 ساعه. يعني انا مش هصدع، مش هتعب، مش هكل، مش همل. انا ال 24 ساعه انا بكلمك فيهم عشان اوصل لك كل الفوكاب اللي انت عايز توصل له انت شوف النهارده. نفسك في ايه يعني. فهي حبيبتي اللي هو ايه، خلاص هو ده. طب انا هكلمه بقى، مش هو ده التاسك من اول ما يصحى. انا بصي احنا كمان الامهات ساعات بيجي لها بيرن اوت جامد جدا. انا اعترف ان انا بيجي لي اوقات انا مش ببقى قادره اتكلم يعني، ودي بقى ساعتها ببقى حد يا جماعه يجي يتكلم مكاني عشان انا اهدى وريتشارج نفسي كده. ايوه صح صح. وبعدين ارجع اكلمه تاني يعني. بس مم. ده بيحصل لامهات كتير، او اكيد بيحصل لك برضو بيرن اوت دوت، طبعا. انه شغل وبيت وكده بيبقى وبيصعب عليا الناس بقى اللي بتلوم الامهات. ده اه بيبقى ليفل الوحش بقى انا عايزه يعني. اقول لك انه برضه ايه، وهو بياخد كوميونيكيشن مع حد، فهو بيمد ايده بقى عايز الحاجه فكده فالكلام انه ايه انت مدلعاه قوي. يا جماعه هو مش متدلع. هو يعني هو بقى فكره برضه انه امسك الام على طول، انت بتعملي كذا، انت اه سبتيه مش عارفه يعمل كذا، انت سبتيه قدام ما لوم سبتوش، الامهات ده بيبقى انت صعب قوي. دلعتيه قوي ما دلعتوش. هو كنا بنساعده يتكلم، فبالتالي بنساعده انه اي حاجه حبيبي يطلبها بنحاول انه نديها له، مش عشان دلع بس عشان هو نساعده انه يطلب الحاجه، انه ما يشاورش بس عليها، نساعده انه ايوه يطلب الحاجه. فقعدنا اول فتره بنساعده انه يطلب الحاجه وبنديها له. بس بتسمعي الكلام ده كتير ف والكلام ده بيضايق. فبس وبعد ما خلاص بقى يقولهم هنبدا في مرحله انه حاجات لا او حاجات ده خلاص في كفايه او ليفلز كده بنمشي فليفلز. فاحنا بيها. ماشيين ليفلز، ماشيين على بس دلوقتي بقى لما حد بيشوف خلاص هو بيقول ف بس فبيشبط بقى في الحاجه عشان هو متعود ياخدها. ايوه فبقى انت مدلعه قوي كده ليه؟ انا مش بعرف ارد بقى. يعني انا مش ببقى عارفه هو ارد الدلع اللي بصراحه. عمل فيه كده. عمل هو لا لا بجد بجد والله اوكي. يعني دلوقتي بقى انا في الحته دي، يعني اول ما اه اروح اقعد مع اي حد فيشبط في حاجه فانا اقول نو، فهو يبدا يزعل او يبين انه متضايق او انت مدلع. هو الدلع اللي عم فيه كده. اوكي. مش هحكي لكم قصه حياه. لا مش اصلا انا مش هفضل بقى يعني هطلعها لكم في كراسه وانتوا اقعدوا اقروها وخلاص يعني انا يعني مش تمام، كده. بس لا يعني دلوقتي هم كلهم بقى انت مدلع قوي، هو مدلع قوي، هو متدلع قوي، وهو this is not the case. يعني مش ده اللي انا. يعني بصي انا فعلا بدعي كل ام سواء عندها كيس ربنا معاكي اوكي وزي ما انا اتكلمنا مع بعض اصلا على البيج، ايوه صح. احنا موجودين عشان نساعد كل بيرنت، ودورنا ان انت البيج كل جميله حبيبتي. وبالعربي، لان انا زي ما قلت لك انا قريت كتير وشفت تابعت على الانستجرام ناس كتير وحاجات يعني ستوريز بتاعت ناس كتير وكده، كله بالانجلش، كل الكونتنت كريتور انجلش. يعني ما فيش حد بيتكلم لغتنا. والارتكلز وكل حاجه بالانجلش. فكنت حاسه انه انا اول ما لقيتك بتتكلمي بالعربي ومدارس في مصر مش حاجات في امريكا ايوه وبتساعدي الناس، فانا حسيت انه اخيرا يعني. انا فخوره اني بصي الكلام ده طبعا يعني انا بغض النظر الناس هتقول ايه او مش هتقول ايه، بس انا فخوره ان انا عربيه مصريه وبتكلم لغه عربيه. فبطبيعي جدا احنا بنتكلم بعض، فهنتكلم مع بعض بالعربي، بس انا بعرف اتكلم انجلش وبنتكلم بالانجلش، والكابشنز تنزل بالانجلش وعربي عشان برضو في ناس تبقى اسهل لها الانجلش. بس at the end of the day البودكاست او البيج بتاع جرو وندر اساسها ان احنا نوصل المعلومه لاكبر عدد من الناس، صح. مش ناس معينه او كده. لا احنا بنحاول دايفرسيفاي المعلومه ونعمم المعلومه ونعلي الوعي المجتمعي للمشكله اللي احنا فيها دلوقتي.
فانت شرفتينا قوي 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 ميرسي قوي يا وميرسي نورهان ليكي النهارده وميرسي بجد. على الاستضافه الحلوه دي Thank you والله. والبيج، وان شاء الله تكبر، وان شاء الله يا رب. الناس كلها يعني تبقى عارفه واوير بالبيج، وهتلاقي الناس كلها يعني عشان انا بقى موجوده في كومباني وحاجه بعيده اصلا عنكم أيوة. كده. لا الناس يا جماعه الناس محتاسه وناس محتاجين يعني محتاجين مساعده. لا ان شاء الله it's our mission ان احنا نساعد كل اللي قادر محتاج مساعده. احنا it's our mission ان احنا نساعدهم. Thank you so much. ودي كانت حلقتنا مع نورهان بيرنت معانا من جرو وندر بيج. ولو عندكم اي اسئله سيبوها في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب، تدونا 5 ستار ريفيو على سبوتيفاي لو بتسمعونا هناك.